السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد. معكم شيف نادية العبدية. ودائما كنبغي نرحب بالضيوف ديالي جداد والضيوف ديالي القدام، صحاب الدار الكبيرة، وشكرا على التعاليق ديالكم الزوينة اللي كتخليو لينا. اليوم غادي نقدم معكم واحد الوصفة اللي هي كريب، وهاد المرة كريب بلا بيض، لأنه كتير من الناس كيبغيو ياخدوا مثلا في رمضان اشياء كتكون يعني بزاف الوصفات اللي كتكون فيها البيض. فانا حاولنا نجيبوا لكم اليوم كريب بلا بيض وبمكونات سهله وخفيفه. اولا غادي ناخذ واحد المقله اللي غادي نديروا فيها جوج بصلات كبار مشلضين رقيق، معلقه صغيره ديال الملح، راس معلقه ديال الابزار. هنا غادي نضيف جوج معالق كبار ديال الفلفل الاحمر اي بابريكا. غادي نضيف كاس لاروب ديال الزيت البلديه، ممكن تخدموا بزيت المائده عادي. وكذلك غادي نضيفو جوج معالق ديال القزبر والمعدنوس، وغادي نديرو هاد المقله على نار مهيله، وغادي نشحرو هاد البصله حتى طيح لينا، نحاولوا نشفوها من الماء. نتوما كتعرفوا بان البصله كتطلق لينا الماء، دونك حنا غادي نديرو هكا حشوه، غادي نضيفو عليها اضافات اخرى، ولكن ضروري ما خصها تكون البصله ناشفه لينا من الماء. نبقاو نحركو هكا حتى تنشف لينا البصله من الماء جيدا. ومن بعد غادي نضيف هنا واحد العلبه ديال الطون بالزيت ديالها. غادي نحاول نحل هذاك الطون بشوي بشويه، دائما النار تكون مهيله. وهنا غادي نضيف 150 غرام ديال سوريمي اللي قطعناه هكا شرائح. كنأكد على النار مهيله، لان هنا ما غاديش نحتاجو النار كتير، ميم با واحد دقيقه بين فاش نحطو الطون والسوريمي. ما غاديش ياخد لينا وقت كتير، ماشي تشعلوا عليها النار وتبقاو تشحروا كتير، يعني دقيقه ما بين الطون وسوريمي وغادي تطفوا عليها، حيت ما بغينا هكا تبقى في هذاك الشكل ديالها، تبقى في هذاك لوغو. خارج النار هنا غادي نضيفوا واحد العلبه ديال الجبن، اي جبن عندكم، سواء جبن منسم بزعتر وثومه او الجبن العادي. هنا خارج النار كنذكر ضفنا علبه ديال الجبن. كذلك غنضيف 100 غرام ديال فروماج غابي. صراحه هاد الحشوه كتجي رائعه بزاف بزاف بزاف، بنينه بنينه بزاف. واللي بغى يبدل الطون ممكن يخدم بلح البحر، ممكن يخدم بليزونشوا، ممكن يخدم بكروفيت، يعني اللي موجود عندك في البيت ممكن تخدموا به. انا وجدت الحشوه ديالي هنا هي الاولى باش تبرد، ودابا غادي ندوزو نصوبوا الكريب كيف قلت لكم بلا بيض. اول شيء غادي ناخذ المولينكس ديالي اللي غادي نوضع فيها نص لتر ديال الحليب، نصف لتر من الحليب. غادي نضيف عليه 80 غرام ديال الزبده من اصل حيواني، من طبيعه الحال ندوبوها، معلقه صغيره ديال الملح، راس ملعقه من الابزار. وهنا غادي نضيفو 250 غرام ديال الدقيق الابيض من طبيعه الحال مغربل. غادي نحاولوا نحركوا شويه بالمعلقه هي الاولى باش ما يسقش لينا الدقيق. ومن بعد غادي نطحنوه.
ممكن اللي بغى يذوب الكميه يذوبلها. نتوما عارفين الكريب راه ما كيخرجش بزاف، يعني بالنسبه لنصف لتر حليب مع 250 غرام ديال الدقيق فما كتعطيناش شي كميه اللي هي كبيره. المهم كميه متوسطه، يعني اللي بغى يذوب الكميه يذوبلها. من طبيعه الحال انا سخنت المقله، ودابا غادي نبدا نزل بشوي بشوي. غير كانت نحسوا بان المقله سخنات هكا كتبدا تهز لينا من الجانب، فاحنا كنقلبوها. بالنسبه لي انا مره كنقلب هكا كان ندير المقله ديالي في الماء، مره كندوزها في الماء بارد لانها كتسخن بزاف، والعجينه فاش كتحطها كتبقى يعني كيف كنقولوا كتزلق ديك العجينه. دونك مره كندوزها في الماء بارد. الكريب راه كيوجد عندنا بسرعه، ما كياخذش لينا شي وقت اللي هو كتير. غادي نعاودو مره اخرى وغادي نستمروا هكا حتى نساليو الكريب اللي عندنا. كيف كتشوفوا يعني راه المقله سخونه. واحد الملاحظه بالنسبه للاخوات اللي ياخذوا بحال هاد المقلات هادي واللي اول مره غادي يطيبوا فيها، نصيحه من عندي انك تاخدي المغريان وتخويه على المقله وديريها واحد دقيقه على النار مهيله وتخويها، تحيدي هذيك الماء قبل ما تطيبي فيها اول مره. احنا كنا كنعرفوا يعني المواد مناش يعني كتكون متكونه اي ماده، فضروري ما كنحيدوا ليها هذوك المواد الاولى اللي كتكون فيها ضروري. الكريب ديالنا ها هو وجد كيف كتشوفوا. غادي ناخذ الحشوه ديالي لان هنا الحشوه ديجا خدات حقها بردات، وغادي نجمع هاد الجوانب. غادي ناخذ هكا البيكي وغادي نبدا نجمع هاد الجوانب هادو. ممكن تعملوهم هكا تشكل، ممكن تعملوهم على شكل بريوات، ممكن تعملوهم على شكل كميمسات وتحزموهم بالرافيه، يعني كل واحد والشكل اللي بغى يعطيها. غادي نستمر هكا حتى غنكملوا الكريب ديالنا كله. ومن بعد ما كملنا فاحنا خدينا شويه ديال سوريمي اللي زينا به هذا الوجه هذا، وبالصحه والراحه. ما تنسوش تبارطاجيو معنا مع العائله والاصدقاء ديالكم، لان كثير من النساء تيسولوني تيقول لي القناه ديالك زوينه ولكن ما لاقياش حقها. فعلا لان ما تلقاش اللي كيعاوني حتى في البارطاج. يعني اي واحد غيتفرج في لا فيديو فما يبخلش علينا بالبارطاج ديالو، سواء في الجروبات او لا واتساب او لا مع الاصدقاء والعائله ديالو. هكا غادي نلقاو واحد المشاهده، نسبه المشاهده جيده.
مرة اخرى ما تنسوناش من لي لايك، ما تنسوناش من التعليق ديالكم زوينة، وشكرا لكم في فيديو اخر ان شاء الله.